السلام عليكم. في هذا الفيديو ان شاء الله غنوجدوا او غتشوفوا معايا طريقه اللي غندوب بها هاد الشحمه. كما كتشوفوا معايا عندي هنا مقدار ديال كيلو واحد ديال الشحمه، هنا واحد نص لتر ديال الزيت، زيت المائده، وعندي هنا الاعشاب اللي غتنسم ليا هاد الشحمه. كما كتشوفوا عندي القرفه، واحد العويد ديال القرفه، قرنفل، قعقله او حبه الهيل، البسيبيسه، واحد 2 معالق ديال الزعتر، شويه ديال الملحه، واحد راس معلقه صغيره ديال الملحه. ودابا غنمروا للطريقه اللي غندوبوا بها هاد الشحمه بهاد الاعشاب. هاد الاعشاب كتعطيني لوغو زوين في هاد الشحمه. اذا في الكاميله ديالنا غنديروا الشحمه، نصبقوا اولا الزيت، بسم الله، كما قلت نص لتر ديال الزيت، غندير الشحمه، كما كتشوفوا غندير عليها هاد الاعشاب، وغنحط الكوكو تاع العافيه مهيله تذوب هاد الشحمه، تذوب كلها وتحمر. هاد البقايا ديال الشحمه كتولي تحمرات مزيان ولكن على عافيه مهيله. هنا راه حطيتها على العافيه وبدات كتذوب كما كتبان لكم. يعني كنخليوها غير هكايا، ما نحتاجوش نحركوها حتى كتذوب هاد الشحمه كلها، كتولي حمراء. عاده ان شاء الله نطفيو عليها. اذا كنخليها طيب حتى كتولي على هذا الشكل، كما كتشوفوا تحمرات مزيان. هذا الشيء اللي بقى فيها، يعني هذا الشيء ما كيذوبش. عطاتنا هاد الكميه هاد الشكل، كتولي على هاد الشكل، وكنخليوها تبرد شويه، غير شويه، باش يمكن ليا نصفيها بهاد الصفايه ديال، وكنحتفظ بها في شي قرعه ديال الزاج، وكتبقى عندي هاد الشحمه مده طويله كنطيبو بها، كندير بها بزاف ديال الحاجات. يعني اي حاجه غنطيبها كندخل فيها هاد الشحمه، بحال اللوبيا والعدس، او يعني جميع القطاني، او يمكن غير البيض والمسمن معمر كما شفتوا معايا في فيديو سابق، مسمن بالبصله والعطريه. يعني كتجي فيه هاد الشحمه زوينه مزيان.
كل شيء. يمكن نديروها بلاصه اي حاجه. غنطيبوها بزيت المائده، يمكن نديرو بلاصتها هاد الشحمه. كتعطي الاطباق ديالنا واحد لوغو زوين مزيان، وخاصه انها بالاعشاب، فيها هاد الاعشاب، وفي هذا الوقت البارد مزيانه بزاف. وهنايا تسنيت على هاد الشحمه تجمدات باش نوريكم الطريقه، باش نوريكم كي كتجي كما كتشوفوا. تجي على هاد الشكل، كناخذوا منها غير شويه كما شفتوا. صفيتها من كل داك الشوائب اللي كان فيها، كلشي هذوك الاعشاب. بالنسبه الى غنطيبوا بها كناخذوا منها غير شويه بحال هاد القدر. وهاد الشحمه راه كتصبر، يمكن انا كتجلس عندي حتى عام، يعني حتى تقاضى ما كيوقع عليها والو. كنحطوها في البلاصه قريبه لينا فاش كنطيبوا، يعني غير في البلاكار ديالنا او اي حاجه، ما نحتاجوش نحطوها في الثلاجه. وهكذا كنتمنى هاد الشحمه اللي ذوبتها بهذه الطريقه بهذه الاعشاب تعجبكم وتجربوها، والى فيديو جديد ان شاء الله.